وبركاته. والنهارده ان شاء الله عملنا مع بعض تجربه جديده كده يا جماعه. حطيت البيضه بتاعت الفرخه مع الحمامه زي ما انتم شايفين. الكتكوت طلع. تعالى بس هنشوفك ما تخافش. الكتكوت طلع جنب الحمامه. اللي عاوز يعرف انا عملت كده ازاي من البدايه خالص، اول حاجه الحمامه كانت بيضه. اول يوم حطت اول بيضه، حطيت جنبها بيضه الفرخه لحد ما طلعت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده برضه البيضه التانيه، وانا حاطه البيضه الاولانيه من قبلها بفتره لحد ما عدى وقت قد ايه. عدى وقت مثلا حوالي 15 يوم ولا حاجه. زي ما انتوا شايفين كده هي لسه طالعه النهارده، لسه متفاجئه بيها. كنت جايبه التليفون عشان ابص عليها لقيتها طالعه كده. طلعها لها عشان اخدها لو سمحت. خدها جنبها لوحدها كده اهي. عندي شويه كتاكيت في مكان تاني علشان هي مش هتنفع مع الحمام، ولازم نربيها ايه لوحدها. يا عم سيبها لي طيب. مش بنتك والله العظيم يا بنتك. سيبها لي نطلعها. انا هفصل الفيديو لحد ما اعرف اطلع الكتكوت، وبعد كده يا جماعه هوريكم تاني. يا جماعه الكتكوت شكله طلع بقاله كذا يوم لان هو نشف خالص اهو، مفيهوش اي حاجه. هناخده بقى نربيه مع لوحده، وبعد كده نرقد بيض في الحمام تاني. بصوا يا جماعه هنشوف احلى بيضه عندي، اكبر بيضه مثلا وليكن دي ماشي. بعد كده هنروح نشوف الحمام اللي بيض اول بيضه عشان نعمل التجربه اللي انا قلت لكم عليها دي بتاعت الكتكوت. نشوف ايه الصفحه اللي فيها بيضه واحده. مثلا دي فيها بيضه واحده اهو. اهو الفرخه دي ماشي. عشان تطلع لي كتكوت زي ده لازم تكون الفرخه لسه بيضه او الحمامه بيضه لسه اول يوم، عشان تعرفوا تحطوا لها ايه البيضه زي كده. لازم تكون لسه اول يوم النهارده بيضاء، عشان هي بتاخد 5 ايام والحمام بيقعد 15 يوم كمان ولا حاجه. يبقى ايه خدنا المده بتاعتهم مع بعض اللي هي حوالي 20 يوم لرقد الفرخ. وزي ما انتم شايفين الفرخه قدامكم اهي. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم. ما تنسونيش في اللايك والشير، تشتركوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.